ازاي عدم التواصل او التواصل غير الفعال بين الاباء والابناء بيأثر عليه؟ اول حاجه لازم نعرف ان التواصل بين الاب والام واولادهم دي حاجه مهمه جدا، وخاصه في فتره الطفوله والمراهقه. ليه؟ لان ده اولا بيعزز جدا ثقه الطفل في نفسه، ثقته في اللي حواليه، اهمهم واولهم اهله واخواته. تاني حاجه بيأثر قوي قوي على طريقه سلوكياته مع الاخرين. بيبقى حلو قوي ان احنا نبني الثقه دي والعلاقه القويه دي في مرحله الطفوله والمراهقه. اول حاجه احنا لازم نعرف ان الاطفال والمراهقين طول الوقت بيحتاجوا الدعم، بيحتاجوا حد يسمعهم، يعرف افكارهم، يتكلموا عن مشاعرهم. لما هدي ابني فرصه للتواصل الفعال، ان انا اسمع واعرف افكاره ومشاعره، ساعتها طبيعي جدا هلاقي ان سلوكياته كلها مفهومه. لكن انا لو ما قدرتش اتواصل مع ابني او بنتي تواصل فعال، هلاقيه طول الوقت بيعمل سلوكيات او تصرفات سلبيه جدا. ليه؟ لان هو عايز اهتمام وعايز دعم، فهيبدا يعمل السلوكيات السلبيه دي في محاوله منه للفت انتباه اللي حواليه. تاني حاجه النقد المستمر دايما بيأثر على اي علاقه، فما بالكم بقى طفل او مراهق لسه في مرحله بناء وتكوين شخصيته طول الوقت بيتعرض لنقد مستمر. ده هيأثر جدا على ثقته في نفسه. هنلاقيه بعد كده حتى لما بيكبر مش قادر ياخد قرارات، ممكن يبقى شخصيه اعتماديه جدا، سواء بقى اعتماديه عاطفيه، اعتماديه على الناس اللي حواليه في ان هم يعملوا له مهام حياته. وممكن الاعتماديه دي بعد كده توصل لا قدر الله الاعتماديه على مواد او على مخدرات. وارجع اقول هو انا ابني وصل لكده ليه؟ هو بيوصل لكده في مرحله البلوغ علشان هو في فتره الطفوله والمراهقه ما حصلش على الدعم الكافي ولا الفهم الكافي. عندنا نقطة تانية مهمة جدا، انه الطفل لو ما لقاش حد في البيت بيسمعه بيستوعبه بيعرف افكاره ومشاعره، هيبدأ يلجأ للصحاب. احنا مش عارفين صحابه دول عاملين ازاي، هيبدأ يلجأ للانترنت، يبدأ ياخد معلومات. دلوقتي بقى متاح جدا جدا انه حد يدخل يكلم حد على الانترنت والاتنين اصلا مش عارفين بعض، وسمعنا عن مشاكل كتير بسبب الموضوع ده. فانا لما اهيئ لابني وبنتي بيئة امنة في البيت، بيئة هم يقدروا فيها يتكلموا ويعبروا عن مشاعرهم وافكارهم بمنتهى الامان، ونكون احنا كمان متعاطفين معاهم، ده هيقلل مشاكل كتير جدا جدا ممكن يتعرضوا لها في فتره الطفوله، فتره المراهقه، او حتى كمان لما يكبروا.